اليوم رح أحكي عن أكبر الأكاذيب والخرافات عن الكحول اللي كتير من الناس مصدقينها. البعض مضحك والبعض التاني ممكن يكون خطير إذا صدقني. خليك معي للآخر وتذكر أنه صحتك مش لعبة. اشرب بمسؤولية عطول. الخرافة الأولى: الكحول بدفيك بالبرد. الناس بتفكر أنه الكحول بخليك تحس بدفى، ولكن الحقيقة أنه الكحول بيوسع الأوعية الدموية، وبالتالي الدم الدافئ بيطلع على سطح الجسم، وهالشي بخليك تشعر بحرارة مؤقتة، لكن بنفس الوقت جسمك عم يخسر الحرارة الداخلية، وهالشي بيعرض جسمك لخطر انخفاض حرارته. 2. الكحول بيقتل الجراثيم بجسمك. في ناس بتقول انه خلال مرضك تقدر تشرب كحول لحتى تقتل الفيروسات والجراثيم اللي موجودة بالجسم، ولكن الحقيقة انه الكحول ما بيشتغل داخل الجسم مثل ما بيشتغل خارج الجسم. صحيح انه الكحول مطهر قوي للأسطح، ولكن ما بيشتغل بهيدي الطريقة داخل الجسم. الفيروسات ما بتموت بالكحول اللي بنشربه. الجهاز المناعي هو المسؤول الوحيد عن محاربة الفيروسات. 3. شرب القهوة وحمام مي باردة بخليك تصحصح. في كتير الناس بيقولوا لك إذا كنت سكران اشرب قهوة أو خد حمام مي باردة لحتى تصحصح أسرع، ولكن لا القهوة ولا المي الباردة رح تخليك تتخلص من السكرة بشكل أسرع، لأنه الكبد بياخد وقته بتكسير الكحول، والقهوة ما رح تخليك تصحصح بشكل أسرع، ولا حتى المي الباردة. 4. الكوكتيلات والشاتات بخلوك تسكر أسرع. بعض الناس بيقولوا إذا أخذت كوكتيلات بتسكر بطريقة أسرع، ولكن مش نوع الكحول هو اللي بيأثر، بل الكمية اللي عم تشربها. مثلا إذا عم تاخد كوكتيلات فيها نسبة سكر عالية، فالطعم ممكن يخدعك، وبالتالي بتكون عم تشرب كمية أكبر بدون ما تحس، وهون المشكلة. لهيك الناس بتفكر إنه الكوكتيلات هي سبب السكرة. 5. العرق أقوى من المشروبات الكحولية التانية. ناس بتقول إنه العرق مشروب تقيل وأقوى من المشروبات الكحولية التانية، بس هل هالشي صحيح؟ عادة العرق بيكسروه بمي، ونسبة الكحول فيه تنخفض بعد التخفيف بالمي، فلما نخففها بالمي بتصير تقريبا بنفس نسبة المشروبات الكحولية التانية. الفرق انه العرق فيه زيت الانيثول اللي بيعطيك طعم اقوى، بس مش بالضرورة تكون نسبة الكحول اعلى. 6. الكحول بيساعدك تنام. البعض بيشرب قبل النوم لانه بحس حاله بينعس اسرع، بس الحقيقة انه الكحول بخرب جودة النوم. صح بخليك تخفى أسرع، بس بيمنعك تدخل بحالة النوم العميق، وهالشي بخليك توعى تعبان حتى لو نمت كفاية. كم خرافة من هالخرافات كنت مصدق؟ وشو أغرب إشاعة عن الكحول سمعتها؟ خبرني بالتعليقات. وإذا عجبكم الفيديو لايك وسبسكرايب وفعلوا الجرس لحتى يوصلكم كل جديد عن عالم الكحول والتوعية. وبالأخير ما تنسى إنه صحتك مش لعبة. اشرب بمسؤولية عطول.